في قرية بعيدة محاطة بحقول خضراء كان يعيش هناك رجل حكيم جذب أسلوبه الرقيق والرؤى العميقة الناس من جميع المشيات في الحياة يبحثون عن حكمته. يوم واحد اقتربت منه امرأة شابة متحركة عيونها مليئة بالعدم الصبر. توسلت إلى الرجل الحكيم قائلا: أنا مثقلة بعدم صبري، كيف يمكنني أن أجد السلام وسط عدم راحتي؟ أومأ الحكيم برأسه وأشار لها بمتابعته إلى حديقة الفواكه القريبة. وقفوا تحت شجرة الخوخ الشاهقة مثقلة بالفواكه غير الناضجة. كانت نظرة المرأة الشابة مثبتة على الأفرع، تشتاق إلى حلاوة الفاكهة الحية. راقب هذه الشجرة، قال الرجل الحكيم بهدوء، تحمل وعد بفاكهة لذيذة، ومع ذلك فهي تفهم ضرورة الصبر. الارتباك تلوح في وجه الشابة، ولكنها ظلت متنبهة. تعال أقرب، حث الرجل مرشدها إلى خوخة واحدة سقطت قبل الأوان إلى الأرض. التقطها ووضعها في يدها. جرب هذه الفاكهة، قال بابتسامة. عضت الشابة في الفاكهة فقط لتقابلها طعم حامض أعاب تجاعيدها. ترى، واصل الرجل، الشجرة تنتظر بصبر حتى تنضج الخوخ، لأنه يعلم أن الحلاوة الحقيقية تأتي مع الوقت. إذا كان السير عاجل النكهة ستكون مرة وغير satisfying. تحولت عدم صبر الشابة ببطء إلى فهم. أدركت أن الانتظار ليس مجرد تحمل الوقت، بل عملية نضوج تضيف العمق والثراء للنتيجة المرجوة. عندما غادرت الحديقة استقر في داخلها هدوء جديد. حملت معها منظورا جديدا. فهمت أن أجمل مكافآت الحياة تستحق الانتظار. في حديقة تجاربها الخاصة ستغذي الصبر، مما يتيح لكل لحظة أن تنضج وتتكشف بشكل طبيعي، تماما كما ينتظر الشجر ثمرته لتنضج. يجب أن نتقبل الصبر أيضا في حياتنا. الصبر ليس فقط الصمود أمام مرور الوقت، بل هو عملية تحويلية تضيف العمق والحلاوة إلى تجاربنا. الصبر يدعو الهدوء والرضا إلى حياتنا، ويساعدنا على تقدير الرحلة بقدر الوجهة، بدلا من التركيز بشكل كلي على النتيجة النهائية. نتعلم أن نستمتع بكل خطوة في الطريق، نحتضن الدروس والتجارب التي تشكلنا.